يا مساء الفل على احلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه حبايب قلبي؟ النهارده هعمل معاكم كده حاجه حلوه ومختلفه. كنت عملت معاكم قبل كده المخروطه، كلنا عملتها معاكم، اكيد كلكم شفتوها. الاول كده نصلي على الرسول الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش الاشتراك في القناه يا حبايب قلبي، فضلا وليس امرا. لايك وشير وسبسكرايب مع مطبخ علياء علي عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها. النهارده هعمل معاكم حاجه حلوه كده وسهله وسريعه. هنعمل مع بعض مخروطه. عملتها معاكم، بس النهارده بقى هعمل من المخروطه، انا زي ما قلت لكم هعمل لكم منها كذا حاجه. النهارده هعمل كده حاجه اسمها حريره. معرفش حد عارفها ولا محدش عارفها، اللي عارفها يكتب لي في الكومنتات بتاعتكم الحلوه، اللي عارف الحريره واللي مش عارفها. تمام. الحريره دي حاجه مكونه من زبده وحلبة حصى زي ما احنا شايفين كده، والمخروطه. وفي ناس بتحب تحط عليها معلقه عسل اسود، طبعا بنحط عليها معلقه عسل اسود اما بتكون الواحده والده، مش والده بقى وحابه تاكليها كده، يعني براحتك. هي مغذيه جدا ومفيده، وفي نفس الوقت بتديكي باور كده وطاقه حلوه جدا، واكله شتويه بتخليكي كده دفى الدفى. عارفه الدفى العفا؟ كلي الحريره وانتي تحسي بالدفى العفا. اول حاجه كده مسكت الحلبه، طبعا انا منقياها وببقى غسلاها ومنشفاها وركناها عندي ببرطمان. حطيت حبه كده من الحلبه، معلقه يعني حسب الكميه، انا هعمل حبه حريره يعني مخروطه مش كتار. فحطيت كده معلقه حلوه كبيره من الحلبه. كلنا عارفين فوائد الحلبه للعظم ومغذيه جدا. الحلبه من الحاجات السخنه اللي فيها فوائد عاليه قوي. تمام تمام يا علياء. انا حطيتها كده على النار في الميه وسايباها تغلي. اما بقى الحلبه تغلي كده هقول لكم هنعمل ايه، همشي معاكم خطوه بخطوه كده واقول لكم الحريره بتعمل ازاي. اما اللي ما بتعرفش تعمل مخروطه، المخروطه بتتباع في محلات الفطاير، فممكن تشتريها منه او مع الستات الفلاحين، برضو بتبقى ايه موجوده معاهم المخروطه. اسالوا عليها، وفي ناس بتقول عليها قدوسيه، هتلاقوها موجوده ومتوفره. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. ادينا حطينا الحلبة تغلي، وايه نقول بسم الله الرحمن الرحيم، عليه توكلت رب الايه العرش العظيم. هسيبها بقى تغلي ونرجع تاني. بصوا بقى كده معايا، بصوا بدأت تغلي، بصوا بدأت بقى الحلبة الحصى تخرج كده اهو معايا اللون الاصفر. انا لسه ده في بدايته، انا عايزاها بقى تخرج حلو كده. انا عايزاها، والله يا جماعة جربوها مش هتندموا، مفيدة جدا 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 جدا. اهي بقى كده ايه، بصوا كل مادة ما لونها بدأ. اهدي كده النار عشان اوريكم لونها كويس. شايفين؟ هتعملي ايه بقى يا علياء؟ طبعا هاخد الحب ده هشيله منها بالمصفى كده، هلمه وانزل بقى فيها بالسكر مع بعض وهنشوف. اهي انا صفيتها كلها بالشكل ده. هبدأ بقى هدي كده نار البوتاجاز معايا. تمام. اهي بقت بالشكل ده بقى. يلا هننزل عليها بالسكر، السكر حسب تحليتك انتي، هي بتبقى حاجة كده مسكرة. تاكليها بقى بالليل، تاكليها فطار، تاكليها عشاء، بجد بجد بتبقى وجبة تحفة في الشتاء وحلوة قوي. انا بصراحة بحبها محلية. اهي هدوب بقى كده السكر بتاعي كده. تمام تمام. انا بجيب الزبدة النيوزيلندي، بحبها. بصوا حسب بقى ما بتحبي. انا كده كده المخروطه زي ما وريتها لكم كنت حطاها في زبده لما عملتها اهو. احط القرص ده كده، مكعب ده كده، واسيبها بقى ايه تدوب.
يعني احنا عايزينها بقى حاجة تبقى القيمة الغذائية بتاعتها عالية، حلبة فوائدها عالية، وحطينا حتة الزبدة. وهنحط بقى ايه الحريرة. انا كنت ممكن احط زبدة اكتر من كده، لكن زي ما قلت لكم انا حاطة فيها زبدة مبوخاها بالزبدة. انزل بقى ايه كده بحبة المخروطة تستوي فيها شوية. ادي المخروطة زي فاكرين لما كيستها معاكم. بصوا، ولا معجنة ولا اي حاجة، هفتحها واوريها لكم. بصوا اللفت اللي انا خللت معاكم شكله عامل ازاي. شايفينه؟ شايفينه؟ بسم الله ما شاء الله عليه. تعالوا بقى نبص كده مع بعض. بصوا، ولا عجنت ودخلت الفريزر، وكل ما بعوز كيس بطلعه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بصوا والله جميلة وحلوة وخير ونعمة في البيت. تعملي بلبن في يوم بقى، هعملها لكم بلبن كده. انا عملتها لكم الحريرة، ويوم اعملها لكم بلبن، ويوم اعملها لكم بالشوربة. شوربة بقى وبط او وز او فراخ او لحمة الموجودة عندك. دي بتبقى في المواسم عند اخواتنا السعوديين، بتبقى حاجة مقدسة. تمام تمام يا علياء. يلا بقى يا علياء حطيها وورينا هتعملي ايه. لو وصلتي محد كده معايا ما تنسيش ايه اللايك الحلو بتاعك وكومنتك الجميل. ايه رأيكم؟ في ناس بتقول عليها المفروكة. يلا بقى نحط بقيتها كده. بصوا، دلع الدلع، يا دلع دلع، خلي المتغاظ يولع. والله العظيم 3 لو جربتوها لا هتدمنوها. بصوا بصوا الجمال. تسلم ايديك يا علياء. حبة مخروطة كانوا عسل. عملنا منهم النهاردة الحريرة. الحريرة. هسيبها بقى تاخد كده غلوة عشان تبقى ايه طعم الزبدة فيها والحلبة والسكر. عندك مكسرات وحبة تحطي حطي، ما تستخسريش. انا ما عنديش، هاكلها كده، هاكلها كده بتاعت الناس الغلابة. بس حاجة فاخر من الاخر. بصوا، علي بقى كده هتاخد الغلوة الحلوة دي واطفي عليها. يا حلاوتك يا حريرة وانتي بتدلعي كده. سامعين سكة تاكيتو الصغير بدأ يزهق اهو. بصوا بقى، كل ما ما هتغلي هتبقى حاجة كده فاخر من الاخر. اغلي بقى كده. ولا بتتعجن ولا بتلزق في بعضها ولا الشغل ده. الرك على ايه؟ على عمايلك في المخروطة من الاساس. بصوا بقى كده. هو حد يقول لي دي اندومي؟ ايه رأيكم بقى؟ لسه معايا تاني هو كمان في الحل. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ جمال عدى الكلام. اتمنى تجربوها. ما تنسوش اللايك والشير مع مطبخ علياء علي، هتعجبكم قوي. دي اسمها الحريرة، بتتعمل من المخروطة او المفروكة او القدوسية. جربوها مش تخسروا اي حاجة. احلى اخوات في الدنيا. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، وشكرا لكل متابعيني من داخل مصر وخارج مصر وكومنتاتكم الحلوة. اسيبكم في حفظ الله. باي باي.